هو أنا لو سألتك دلوقتي هو الضمير فين في جسمنا؟ بمنتهى الوضوح والسلاسة كده، الضمير في الجسم كله. الضمير في الكلام اللي انت بتقوله، الضمير في اي بوست انت بتكتبه، الضمير في تعليق بترد بيه على حد او بتكتبه على بوست قريته على فيسبوك وانت مش مدرك هو ممكن يعمل ايه في صاحبه او ممكن يأذيه باي شكل. الضمير في كل خطوة بتمشيها في مشوار فيه صلح او في حاجة انت رايحها وحاسس كده ان نيتك كلها خير وان الناتج منها ايجابي وممكن يأثر في حياة ناس تانية. الضمير بمنتهى البساطة هو في كل اعضاء الجسم، كل حاجة جواك وكل حاجة براك بتتحرك وبتنتج وبتكتب وبتتكلم، بالتالي هي بتعبر عن ضميرك. عشان كده لما بنيجي نقول ضميرنا مش مرتاح، احنا هنا بنعنيها وبنقصدها بجد، ان كل حاجه فيك مش مظبوطه، ان كل حاجه فيك بترد كده على قرار المفروض تاخده او على شيء المفروض تقدم عليه، بس انت مش مرتاح. ايدك مش مرتاحه لشيء انت مكلف تكتبه بس انت مش حاسس ومش مقتنع. عقلك كده مش مظبوط وانت في حد بيزقك على قرار معين بس انت حاسس بصداع تجاه القرار ده. قلبك كده متوغوش ومش مرتاح تجاه حاجه المفروض تعملها. كل ده هو صوت الضمير. لو الكلام ده دلوقتي فرق معاك باي شكل من الاشكال، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو حاسس ان هو ممكن يفرق مع حد تاني كده، كنتوا في يوم مثلا بتتناقشوا كده عن ايه هو الضمير، ممكن جدا تعمل له منشن في الكومنتات.